يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. كلنا بنسيح الزبدة في البيت وعارفين طريقتها، بس أحيانا واحنا بنسيحها بتتهدر مننا ويتبخر منها كتير. فالنهاردة هنسيح الزبدة بمكون واحد بس، هنحافظ على كمية الزبدة ما تتهدرش معانا بطريقة بسيطة جدا. وكمان هنعرف كل تفاصيل الزبدة، ازاي نفرق ما بين الأصلية والمغشوشة، وهنشوف ازاي نسيحها بالطريقة المظبوطة والوقت المناسب علشان نشتريها. اول حاجة هنبتدي بالوقت ونسمي الله كده مع بعض. الوقت المناسب علشان نشتري الزبدة طبعا في الشتاء. كل الناس عارفة ان شهر طوبة ده افضل زبدة، بس احنا نقدر نشتريها من نص شهر 12 لحد اول شهر 3، وبالشكل ده هتجيبي افضل انواع الزبدة. نبتدي بقى نسيح بسم الله. لازم نستخدم حلة يكون حجمها كبير. الزبدة تكون مثلا في نص الحلة او في 3/4. ما ينفعش نحط الزبدة مالية الحلة، ان هي طبعا بتفور شوية، واول ما تاخد حرارة كل الكمية بتاعت الزبدة دي هتفور وتنزل على البوتاجاز. فلازم نسيحها في حاجة تكون كبيرة على كمية الزبدة نفسها. دي اول خطوة. تاني خطوة، لازم النار في البداية تكون عالية. احنا عايزين كور الزبدة تفك، يعني تدوب معانا بسرعة. انا النهارده هسيح معاكم الزبده البقري، ودي بالنسبه لي افضل حاجه، انا بفضلها جدا عن الزبده الجاموسي. هنا النار عندي عاليه زي ما اتفقنا لحد ما كور الزبده تفك. والفرق ما بين الزبدة البيضة والصفرة، الزبدة البيضة دي زبدة جاموسي، بيكون الدسم فيها عالي قوي، وكمان سعرها بيكون اغلى شوية. الزبدة الصفرة اللي انا بسيحها دي بتكون بقري، لونها اصفر زي ما انتوا شايفين. الدسم بتاعها خفيف شوية عن الزبدة الجاموسي، وكمان سعرها اقل حاجة بسيطة من الزبدة الجاموسي ده. وهنا الزبدة خلاص فكت معايا، ونخلي بالنا من كمية الزبدة في الحلة علشان هنبتدي نحط المكون اللي هيحافظ عليها وهي بتستوي على النار، ان كمية كبيرة منها ما تتبخرش او ما تتهدرش. هنحط كوباية مية على الكمية اللي انتوا شايفينها دي. انا بسيح 4 كيلو و400 جرام من الزبدة البقري، فحطيت لهم كوباية مية. معاكي لحد 5 كيلو، لكن لو هتضاعفي الكمية حطي كوبايتين مية. طب انا عرفت منين المعلومة دي؟ للأمانة في ست جميلة كده من اللي بيبيعوا الزبدة من حوالي 4 سنين قالت لي المعلومة دي، بس انا ما عملتش بيها الحقيقة. بس اليومين دول انا سمعت على حكاية المية بتتكرر كتير، فحبيت ان انا اجربها معاكم ونشوف مع بعض هي بتدي نتيجة ولا لا. النار عالية، الزبدة فكت، حطينا كوباية المية. هنا نهدي النار علشان بقى الزبدة هنا هتدخل في مرحلة التسوية علشان نسيحها صح. طيب هي كده النار هادية خالص، نبتدي نقلب فيها كل شوية. ما ينفعش نحط الزبدة على النار ونعمل اي حاجة تانية، لازم ايدينا تبقى فيها شوية بشوية. واحنا بنسويها بقى ونقلبها شوية بشوية، هقول لكم على المعلومات اللي كتير سألوني عليها، ازاي نعرف الزبدة الاصلي من المغشوشة. على فكرة الزبدة الاصلي نفسها ممكن تتغش منها فيها، مش لازم نحط جواها قطعة جبنة قريش او نحط جواها ملح خشن او الحاجات اللي هي بتقل الوزن، لا. هي ممكن ميبقاش فيها حاجة خالص، بس اللي بيصنعها نفسه مش بيطلعها بيور كده صافي، لا بيطلعها فيها نسبة من اللبن. ونسبة اللبن دي بتخلي الزبدة طبعا تتهدر وتتبخر كتير وهي بتغلي، ان كل كمية السوائل دي بتتبخر، فاللي بيفضل من السمنة كميات بسيطة. طيب انا واحدة اول مرة اشتري وعايزة اعرفها ازاي وهي قدامي كده اصلية ولا مغشوشة، باخد حتة صغيرة جدا بطرف ايديا وبدعكها بين صوابعي. لو لقيتها فيها لمعة ومش مدهننة جامد ودابت معايا بسرعة وكمان مفيش سوايل على ايدي، يبقى دي اصلي ومظبوطة جدا، فيهاش اي نوع من انواع الغش. عشان اتأكد ان هي مظبوطة اكتر، اخد الحتة دي واحطها في بقي. بلاقي ان الزبدة الاصل فيها تسكيرة بسيطة كده، يعني تحس ان هي كأن فيها سكر بسيط قوي. لكن ما لاقيهاش مالحة زيادة، ما احسش بسوايل فيها، كمان ما تبقاش مدهننه. لو لقيت ان انا بقي فيه كده زي الدهنه، كده الزبده دي مغشوشه وداخل فيها كميه من الدهن. دي حاجه بسيطه كده اقدر ان انا افرق بيها وانا بشتريها، من غير ما حد يقول لي دي حلوه على ضمانتي والكلام ده خالص. الحته اللي انت هتاخديها على طرف ايدك دي حته بسيطه، مش هتاثر حاجه، يعني البياع مش هيزعل يعني لو خدتيها. هنا الزبده بدات تستوي معايا، وزي ما انتم شايفين تقليب باستمرار على نار هاديه جدا جدا. طبعا بيبقى على الوش كمية كده من الرغوة البيضة دي، مع التسوية بتبتدي انها ترسب في الحلة تحت وبتكون عندي المرطة. بس ما ينفعش ان انا اطفي عليها بدري. المرطة دي لو مش مستوية حلو السمنة مش هتبقى
مستويه حلو، وده ممكن يخليها ما تدينيش نتيجه حلوه في التخزين، يعني ممكن تبوظ بسرعه. فهنا انا سايباها على النار برضو لحد ما كميه الرغوه اللي على الوش دي تصفى خالص وتبتدي ترقط في الحله ويتكون عندي مرطه. فهيفضل رغوه بسيطه على الوش. هنا لازم الرغوه دي تتحول للون ذهبي فاتح وتقل خالص. وهنا برضو كل شوية اتابع المرطة من وقت للتاني. المرطة عندي كده هي استوت التسوية يعني المظبوطة، لان نخلي بالنا ان دي زبدة بقري، فهيكون لونها مختلف عن الجاموسي. الجاموسي المرطة بتاعتها بيكون لونها فاتح اكتر. فهنا هي بدأت تستوي خلاص. انا هنا طفيت النار. طفيت النار ليه؟ المفروض ان انا عايزه اسيبها 5 دقايق كمان، بس انا بطفيها قبلها ب5 دقايق زي ما انتم شايفين كده. انا طفيت النار علشان الحله طبعا بيبقى فيها كميه زياده من الحراره، فبسيبها تكمل تسويتها والنار مطفيه علشان المرطه اللي تحت ما تتحرقش، ولو اتحرقت هتمرر لي طعم السمنه. تمام. بعد ما بطفي عليها بسيبها تبرد وتهدى من الحرارة براحتها، بس ما بغطيهاش، لان لو غطيت الحلة بيتكون على الغطا بخار مية، والبخار ده بينزل تاني في السمنة، وده ممكن يبوظها مع التخزين. لان انا بحب اخزن السمنة مش في التلاجة، يعني انا بعبيها في برطمانات وبحطها على رف المطبخ وبسيبها معايا كده شهور، مش بيحصل لها حاجة مادام هي متسيحة صح ومتخزنة صح. ونرجع لكوباية المية اللي حطيناها مع الزبدة وهي بتسيح، ادتنا فرق في الكمية ولا ما عملتش اي نتيجة؟ والكلام ده مش مظبوط. لازم في الاول نبقى متفقين ان اي زبدة واحنا بنسيحها ونحولها لسمنة ان هي فعلا بتقل كمية السوائل اللي فيها، والرغوة اللي بتبقى على الوش ده بيقلل كمية الزبدة. لما بتتحول لسمنة طبعا الكمية بتبقاش هي بالظبط. لازم الكمية بتقل. بس كوباية المية دي فعلا ادتني نتيجة مع الغليان. كتر كمية الغليان دي كان بخار المية بتاع الكوباية هو اللي بيطلع اكتر، فحافظت لي على كمية السمنة ان هي ما تتهدرش منها كمية زيادة عن اللازم. ففعلا المية بتعمل تأثير مع تسيح الزبدة، مش ملهاش لازمة، لا هي ليها لازمة. وانا حسيت بالفرق ده طبعا لان انا بسيح كتير، بس الاول مرة بستخدم المية وفعلا ادتني نتيجة. نرجع بقى لحاجة تاني مهمة. الزبدة الأصلي من المغشوشة بنعرفها ازاي واحنا برضو بنسيح؟ افرض احنا ما اشتريناهاش وحد جايب لنا الزبدة، زي ما انا كتير الزبدة بتجيلي مش انا اللي بشتريها. الزبدة الأصلي مش بتاخد وقت على النار، والرغوة بتاعتها ما بتبقاش كتيرة، والمرطة بتاعتها كمان بتبقى قليلة ومرملة، بتبقى حبيبات كده. وكمان الزبدة الأصلي لو خزناها في الفريزر وهي زبدة فترة كبيرة إن شاء الله سنة وجينا نسيحها بتبقى بنفس الطعم والريحة مش بتتغير. لكن الزبدة المغشوشة طبعا بتقعد كتير على النار، بتفور كتير لأن بيبقى فيها نسبة كبيرة من اللبن. أحيانا بتبقى حادقة جدا، المرطة بتاعتها كتيرة. وكمان لو خزناها في الفريزر كتير وبعد كده طلعناها نسيحها بنحس بفرق في الطعم، بيكون طعمها مش أحسن حاجة وبنلاقي الطعم والريحة اتغيروا. طريقة النهاردة عجبتني جدا، وتسلم الحاجة اللي قالت لي عليها، وفعلا المية عملت نتيجة، وان شاء الله لما نجرب